السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هعمل لكم طاجن حلو قوي قوي. طبعا انا قلت على الطاجن يا ريتني استخدمته من زمان، يا ريتني عرفت الطبخ فيه من زمان والطعم قد ايه بيبقى فيه جميل قوي. هعمل لكم النهارده طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص، ولا اروع من كده ولا اطعم من كده. ان شاء الله يعجبكم، ويلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب الطاسة بتاعتنا او صينية او اي حاجة، بنحط فيها مادة دهنية عشان هنحمر فيها الشعرية لسان العصفور بتاعتنا، ويستحسن يكون زيت. هنحمر في الزيت، هنفضل نحمر فيها لحد ما توصل لدرجة اللون اللي انت عايزاها، ويستحسن تكون غامقة معاكي شوية زي كده او اغمق من كده شوية. وبعد اهو انا غمقتها شوية، وبعد كده هنروح على الطاجن بتاعنا نحطها. دي اول حاجة هنعملها. الطاجن بنحطها في ربعه كده، والتلات ارباع بيبقى فاضي زي ما انتوا شايفين. انا اول مرة طبعا استخدم الطاجن في الاكلة دي، او عموما يعني اول مرة استخدم. تاني مرة كده استخدم الطاجن بعد ما عملته لكم بالبطاطس بكرات اللحم. فانا الحمد لله لحد دلوقتي الاستخدام بتاعه جميل معايا جدا، وعارفه اظبطه وبظبط مقاديره. زي ما انا قلت لكم بحط الربع، واثناء ما انا كنت بحمر الشعريه كنت نقعه طبعا الكبد والقوانص بتاعتي في ليمون وخل عشان نشيل منها ريحه الزفاره. وبعد كده قطعتها وهشوحها كده معاكم على النار اهو. على ما تتشوح كده شويه يكون انا عملت الخضار بتاعنا. هنحتاج معانا فلفل اخضر او الوان، حار عادي زي ما انت بتحبي، وبتحطي عليها بصليه كده متوسطه، وطماطميتين مخليين من البذر، وممكن لو عايزه تشيلي القشر بتاعهم بتشيليه. بتحطي فصين كده توم، وبتفرميه فرم يعني ناعم او قبل الناعم بشويه. هنا القوانص بتاعتي اتشوحت معايا اهي. بحط بقى الكبد والقلوب بتاعتي برضو هشوحها تشويحه. وبعد ما تتشوح معايا كده اهو بحط عليها التوابل، تاخد لها برضو ايه تحميصة كده معاها. بحط عندي كزبرة مطحونة وفلفل، ده الاساسي بتاعي، كزبرة مطحونة وفلفل. عايزة تحطي اي توابل تانية بتحبيها مع الاكلة دي ممكن تحطيها. ممكن تحطي زي ايه، زي مثلا الكاري، ممكن تحطي شوية صغيرين من 7 بهارات او بهارات اللحمة. انا كمان عاملة بعد ما تحمصوا كده بنجيب بقى الخضار اللي احنا فرمناه معانا في الكبة او في الخلاط او على ايدينا او اي حاجة، وبنحطه كده بندبله، بس مش بنحمر ولا حاجة، بندبله معانا. وبعد ما تدبل كده بحط بقى الكبد والقوانص عليه زي ما انتوا شايفين. انا بعمل بقى ايه زي ما انا بقول لكم. انا حطيت بس اكتفيت بالكزبره والفلفل. ليه؟ لاني عامله هنا دايما الخليط ده يا جماعه ما بستغناش عنه نهائي. دايما في البراد بتاعي كده حاطه كام حبه قرنفل، على كام واحده حبهان، على حتتين قرفة عيدان، وورقتين لورا. ودايما الخليط ده موجود عندي على النار، بستخدمه في كل الاكلات اللي بتحتاجها، لانه بيخلي النكهة حلوة قوي قوي، وخصوصا في الاكلات اللي فيها زفارة زي الكبد والقوانص. برضو بنشيل منها الزفارة، وزي الفراخ وزي اللحمة. خدنا بقى الخليط بتاعنا ده بالكبد والقوانص والبصل بتاعنا، وحطيناه على الشعرية في الطاجن. بعد كده بقى مجهزه ميه مغليه او شوربه بتغلي، ولازم تكون بتغلي، واحطها بقى عليه. اظبط الملح بتاعي، اظبط الميه بتاعتي. الميه هنا كتير شويه عن الرز، يعني فوق الشعريه مثلا بصابع. يعني انا قلت لكم انا حاطه الربع شعريه فوقها 3/4 ميه اهي، بس سايبه كده عقله صابع ايه من غير ميه. بظبط الملح، بدوقه، لقيته عايز سنه ملح كده وحطيتها اهي. وخلاص كده هغطيه بورق ألمونيا، وهنحطه في الفرن على اعلى درجة حرارة في الفرن على الرف الوسطاني. وقعد معايا كده يا جماعة تلت ساعة بس. خلي بالكم ان الشعرية هنا معايا ما غليتهاش ولا غلو على النار، هي كده زي ما هي
فهي كده كانت مظبوطة معايا جدا. وبعد التلت ساعة طلعتها لقيتها شربت المية كلها ومستوية وزي الفل على الاكل على طول. انتي لو مش عارفة تظبطي المية قوي، بعد ربع ساعة بس افتحي عليها واطمني وشوفي المية نشفت ولا لسه ولا كتير ولا ايه. لو كانت نشفت عندك مية مغلية او شوربة مغلية بتكمليها وبتقفلي عليها تاني وبتخليها لحد ما تكمل سوا. مش قادرة اقول لكم بقى يا جماعة، الطعم تحفة، الطعم حكاية، لازم تجربوه ان شاء الله وتدعولي دعوة حلوة منكم ليا والأولاد بصلاح الحال. وبألف هنا وشفا ليكم. وما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناة ودعموني باللايك والتعليقات الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.